بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في حلقة جديدة مما دار في الأخبار. وأول ما بدأت هذه الحرب الدقلاوية المدعومة إماراتيا قلناها بالصوت العالي مرارا وتكرارا لكل من تبع الدقلو إنه دي ميليشيا قبلية عنصرية قائمة على فكرة القبيلة والعرق والأسرة، وما كنا نعلم الغيب ولا نضرب الرمل ولا نقرأ الفنجان، لكنها كانت وقائع ماثلة أمامنا لا تحتاج لكثير عناء لرؤيته إلا لمن في عينه رمد القروش والسلطة وحمية وعصبية القبيلة المنتنة. والآن وبعد أن ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وبعد ما تبدد الحلم وأصبح كابوس، وبعد أن أجبر جيشنا البطل الهالك الروبوت حميدتي على أن يكتب كتابه الحزين الأول والأخير رحلتي من القصور إلى الجحور، وهو يسطر بدموع الحسرة والندم في أولى صفحاته والإهداء للشيطان بن زايد الذي أوعز إليه بقطف تفاحة السلطة ليخرجه إلى الأبد من جنته، فيقول في إهدائه لبن زايد: لقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، وأعلم أنني عما قريب سأنشب في شبا ظفر ونابي كما لاقى أبي حجر وجدي، ولا أنسى قتيلا بالكلاب أو كما قال امرؤ القيس. أما قوم تبع الآن فقط علموا إنهم لم يكونوا سوى مناديل كلينكس في حمامات دقلو أخوان وكفيل المؤامرات، وبدأوا بالتباكي والصراخ والولولة مما حاق بهم وبكل من قبل أن يكون حمار لعربة الكارو اللي كان سايقة حميدتي، والآن سايقة الهبنقة عبد الرحيم دقلو ما عارف يقبل بيها وين. وكم مرة قلنا لكم بيزوغوا منكم متى ما حققوا أهدافهم أو هزموا، انتوا بالنسبة لهم مجرد حطب نار وكباري عدوا فوق أجسادكم للسلطة اللي كانوا بيحلموا بيها، لكن قالوا المقتولة ما بتسمع الصايحة، أو كما قال الشاعر: بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد. واحد، لما جينا الدعم السريع ده يا جماعه احنا ما في زول جابنا وما في زول جدق قال لنا بابنا عشان تجي الدعم السريع، جينا بتوغى نفسه. لكن الان لما وصلنا الدعم السريع وقاعدين في واد الدعم السريع لنا 3 سنة بنقاتل في واد الدعم السريع، لقينا في تصنيف، والتصنيف اللي حصل ده حصل من اشخاص معينين قادات كبار في واد الدعم السريع. الصافنة ده كان جوا السجن، الصافنة ده كان جوا السجن، الان عنده 500 عربيه عشان هو رزيق ونحن مسيريه ولا شنو؟ ده مقدم قيصان القودي ده حطبه ده هو واحد. لو الجرح جرح ساكت انت في زول عالجك؟ ما في زول عالجني. اول حاجه القضيه خلتنا نحن نتكلم، نحن اول حاجه ساكتين زي ما قال بالوجع. انا مضروب مكسر عندي تقريبا سنه و3 شهور ولا سنه و4 شهور، بتعالج بالمغبش ومخيط وقرب، وناس الجنبي جنبك بالعالجوا في العمارات. والحاجات دي يا جماعه ده انصاف؟ ده ما انصاف. ده الظلم اللي دايس فوقه، ده الظلم اللي دايس فوقه ذاته. اخوكم الملازم المفتي يوسف سلام مسار. الرساله دي موجهه للسيد الغايب محمد حمدان دقلو. اذا كان يا غايب بصابه بهذه الطريقه ومن زله واهانه، وان شاء الله كلنا عرفنا خلاص من هذه اللحظه. اذا كان الموضوع ان شاء الله كله يعني بقيت بنصرة اهل دقلو بالسابر برا السودان، فنحن برضه نكون عرفنا حاجه. ولكن ان شاء الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وانا انضربت قدام عبد الرحيم دقلو، والكلام اللي بقوله ده انا عارفه تماما، عبد الرحيم عارفه، شافني كده وعمل جنون يعني انا خلاص ما في دقلو، طلقني يعني له للطبيه وانا الليله ما قادر اتعادل ولا بطريقه لحق السفر ولا اي حاجه. لكن من بقت فيها تصفيه نحن بنطلع الجاهزين. وشكرا
وها أنتم قد انطبق عليكم قوله سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. سبحان الله، لكأنما نزلت فيهم هذه الآية وصلوا لمرحلة يطلعوا علامات الدعم السريع من ملابسهم العسكرية علنا ويلقوها أرضا. وطبعا آل دقلوا بعد ما قنعوا منكم وأصبحتوا عبء ثقيل عليهم رموكم في أقرب سلة قمامة، والأخبار أكيد وصلتكم بتصفية الجرحى منكم وهم هاربين من أي منطقة أخلوها عشان ما يتركوا وراهم أثر ولا دليل ولا زول منكم يتقبض للجيش ويعترف بأي معلومات. وكان القرار الدقلاوي إنه تمرق نظيف وتسلم الجيش نظيف، وده معناه ما يخلوا وراهم لا جريح لا أسير. فكان القرار بالتصفية زي ما صفوا جلحوا عدد من قياداتهم الكرتونية الميدانية بدوافع قبلية. وأهو في النهاية زي ما شايفين ما في مرتبات، ما في عربات، ما في علاج ليكم زي باقي أولاد المصارين البيض من آل بيت الماهرية وآل دقلوا. وثالثة الأثافي إنهم بعد ما انكشف أمرهم لمعظم القبائل المتماهية معاهم وانكشف زيفهم وخداعهم وانقشعت سحب أكاذيبهم الخلب وفر منهم الشباب ورفضوا الاستمرار في حرب بقوا هم ذاتهم ما عارفينها لشنو ولياتوا قضية. بعد ما مرة قالوا لهم القضية قضية ديمقراطية، ولما ما قسمت هذه المكنة وكانت كل أفاعيلهم ضد هذه الديمقراطية قالوا يجربوا فزاعة الكيزان، ولما برضو ما لفقت قلبوها لفزاعة دولة 56 وبرضو ما جابت حقها. فانفض سامرهم لدرجة إنه قائدهم الخلا الهبنقة عبد الرحيم دقلوا بيوجه تعليماته على الهواء الطلق لضباط الخلا بتاع إنه اللي باعوا القضية وذهبوا لأم قرون لا يلوون على شيء. رسالة للضباط، ضباط الدعم السريع، الأكل حلو الدعم السريع، وبقوا عيال عيون قاعدين مع أمهاتهم وأخواتهم. أوعدكم وعد قاطع، أوعدكم وعد قاطع، في خلال ساعات على ما بلغ المقدمة حأرفده وأحاكمه. والما عجبوه على يمشي بقى فلنقاي. وها هم في النهاية بقوا يلقطوا في الأطفال عشان يتموا بيهم مرتزقتهم ليهاجموا بيها فاشر السلطان شنب الأسد الصامدة، رغم هجوم رقم 205 على المدينة الصامدة التي لن ينكسر صمود بإذن الله وبعزيمة الرجال. اسمك يا آدم؟ اسمي محمد. محمد يا آدم؟ محمد آدم. آدم يا آدم؟ آدم موسى. تسكن ايه؟ بسكن ممدخل. ممدخل؟ أي. قبيلتك فين؟ مسيري. ايه المسيرية؟ مزارنا أولاد بيت. وانت اسمك يا آدم؟ اسمي محمد. محمد يا آدم؟ محمد نك. نك يا آدم تعال صوتك. نك آدم. تسكن ايه؟ تسكن ايه؟ اسمي محمد. تسكنين؟ أسكن ممدخل. تمدخل هناك تسكن برا ولا جوا؟ برا. يأتي منطقة؟ منطقة برا كيجي ما هذه حل عمرتكم؟ هاو خشم بيتك جنت مسيرية. مسيري. ها؟ لا وزد بقى لك؟ هاي. بقى لك شنو؟ احنا يا العمام. يا العمام. اركب. المرحلة اللي وصلوها الجنجويد واللي شفناها في الفيديو السابق هي التجسيد الحقيقي للمثل السوداني اللي بيقول آخر البليلة حصحاص، وفعلا ده آخر بليلتكم. فمن الأحسن لمن تبقى من جنجويد إنهم يستسلموا للجيش السوداني اللي اشتغل معاهم بخطط ونظريات نجحت في إنها تنتهي مش من قوتهم الصلبة
فقط، بل في إنها تنقلهم من مرحلة الهجوم إلى مرحلة الدفاع من نظام الهجمات المتتالية اللي كانت بالموجات وبالفزع بالجنجويد المخروشين المغيبين على المدرعات والإشارة وغيرها. وصلوا لمرحلة حفر الخنادق حول نيالة والضعين خوفا من جحافل الجيوش الماشية عليهم من كل الاتجاهات. ويا حافر حفيرة السو وسع مراقدك فيها. وها هم من بقي في رأسه عقل منهم حسموا أمرهم وعرفوا إنه لا عاصم لهم من أمر الله وإنه الجيش حيصلهم فبدأوا يسلموا نفسهم من سكات. ودي مجموعة منهم سلمت لمتحرك الصياد، وقبلها سبقهم كثر في التسليم. وديل فعلا العقلاء. فالليل داج والكباش تنتطح، نطاح أسد ما أراها تصطلح، فقائم ونائم ومنبطح، فمن نجا برأسه فقد ربح. وعلى الضفة الأخرى فما حال الكفيل بأفضل من المكفول، فكما أذاقت جحافل الجيوش السودانية مرتزقة الكفيل الأمرين على أرض الواقع، توجهت الجيوش الجرارة للسودانيين الشرفاء الأحرار في شتى أنحاء المعمورة للمواقع، وما تركوا للدويلة صفحة يمكن أن تتكئ عليها أو حسابا يمكن أن تصرف منه رصيدا لصالحها، فأحالوا لهم مساحات الأسافير إلى خرم إبرة لا ينفذون منه إلا بسلطان. لاحقوهم في كل مواقعهم الرسمية والشخصية، فتكاد لا تجد حساب من حسابات عبيد وجواري بن زايد وذبابه الإلكتروني إلا وهم ما بين أنين وطنين وتباك وشكوى. فأصبحت حوائطهم على فيسبوك حوائط مبكى ونحيب، وحساباتهم على منصة إكس محاكم إسفيرية لمحاسبتهم حسابا عسيرا على كل صغيرة وكبيرة ارتكبوها في حق شعبنا وبلادنا. ولسان حالنا إنه ما كل الطير بيتاكل لحمه يا أحفاد القرامطة، والتسويه بإيدك يغلب أجاويدك. فتارة تجد عبدا لآل زايد أو جارية له وهم بيهرطقوا بفرمالة الأخوان وما أدراك ما الإخوان. ولو جيت سألتهم عن من هم الأخوان ديل ذاتهم ستجده لا يفرق ما بين حسن حسني وحسن البنا. بعضهم يحدثك عن الديمقراطية والحكومة المدنية وهم منذ إعلان دولتهم لم يسمعوا بصناديق الانتخابات، ولربما كانوا يظنونها كلمة ملغية من قواميسهم، وإنه كلمة انتخابات هذه كلمة بذيئة وغير لائقة ومعيبة ويجب أن تمسح من اللغة العربية، ويجوا يكلمون نحن عن الحكم المدني والانقلابات، ويشهد عليهم تاريخهم بأنه الابن بيقتل أبوه والأخ بيقتل أخوه ليستأثر بالسلطة. وآخرهم الشيخ خليفة اللي أبقاهم الشيطان محمد بن زايد قيد الإقامة الجبرية حتى تخلص منه أخيرا بقتله ليحكم هو، ويجي يحدثونا نحن عن الحكم المدني. وزي ما قال الشاعر الشيل بيفور دم عروقنا ويقهر، تلقى الواحد وشايل له موسى يطهر. أما معارضيهم فحدث ولا حرج، فهم إما سجين أبد الدهر أو مغدور مقتول كما قتلوا هذه المواطنة الإماراتية بحادث سير مدبر في شوارع لندن. سلط علي شخص ضربني بيديه، ضربني على وجهي ورقبتي وقال لي: سأضربك وأدوس على بطنك وسأفرغ هذا السلاح في رأسك. قلت: لا إله إلا الله. قال: أنا لي رب غير ربك.
هذا ما قاله والدي محمد عبد الرزاق الصديق العبيدلي في المحكمة عام 2013 في قضية إمارات 94. لم نعرفه إلا من صوته، فقد وزنه وتغير بعد إخفائه قسريا في سجون سرية قرابة عام. اتهم بإنشاء تنظيم سري وهو لم يعمل يوما في السر. والدي أستاذ شريعة، تخرج الأول على دفعته في الثانوية والأول في جامعة الإمارات والأعلى معدلا منذ افتتاحها. كان واعظا أول بوزارة العدل، التحق بكلية الشريعة كمعيد، وتخرج الأول على دفعته من جامعة الإمام السعودية في الماجستير، وأعد رسالة الدكتوراه للأزهر وتبقت المناقشة. هو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو هيئات شرعية في بنوك إسلامية، أنشطته كلها علنية. اعتقل في إبريل 2012 من بعد تضييقات عديدة. أخرج من جامعة الإمارات والشارقة، منع من الخطابة والسفر، منع أبناؤه من العمل والمنح الدراسية، سحبت جنسيته وجنسية أبنائه، منعنا من العلاج والرخص، جمدت الأملاك، شنت عليه وعلينا حملات إعلامية شوهت سمعتنا. توجهنا لكل المؤسسات الحقوقية في الدولة ورفعنا للقضاء قضية لم تسجل. خير والدي بين السفر وأخذ جنسية دولة أخرى أو السجن. اختار والدي السجن حبا ورفضا للتنازل عن بلاده. حكم عليه بالسجن 10 سنوات في محاكمة تفتقر لشروط المحاكمات العادلة. منع من حضورها المراقبون الدوليون. أخذت اعترافات المعتقلين في سجون سرية حقق معهم فيها تحت التعذيب. أخشى ألا يخرج والدي بعد أن ينهي محكوميته بسبب أن مراكز المناصحة التي أوردها قانون مكافحة الإرهاب في 2014 والذي يعطي الصلاحية باحتجاز سجناء قضايا الإرهاب بعد انتهاء محكوميتهم دون مدة محددة، مثل ما حدث مع من أنهوا محكوميتهم ل7 سنوات في نفس القضية. هذه مناشدة دولية للمؤسسات الحقوقية الداعمة للحريات والعدالة لكل العالم بشكل عام والنظام الإماراتي وكل من يتعامل معه بشكل خاص. والدي بريء، رفاقه أبرياء. أفرجوا عن والدي، أفرجوا عن معتقلي الرأي في الإمارات. فبأي ذنب قتلت آلاء الصديق يا بن زايد؟ وطالما أنتم سمحتوا لأنفسكم بالتدخل في شؤوننا وتحديد خياراتنا كشعب وعاوزين تورونا كيف نحكم بلدنا، فشدوا حيلكم، دي سيرة وانفتحت وانتوا الفتحتوها، وسنحذو حذوكم وما يفرزون تاني إلا بالشماغ والعمة والبادي. أظلم رحم الله شهدائنا الأخيار الأبرار، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والحرية والعودة للأسرى والمفقودين، والنصر لقواتنا المسلحة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.